في ممثلة اسمها هند عاكف، عارفينها ولا مش عارفينها؟ عارفينها؟ طب مش عارفينها؟ طب فاكرين لها حاجة؟ طيب وانا والله مش عارفة لها حاجة ولا فاكرة لها حاجة ولا عارفاها اصلا. يعني بس ايه، هي عرفناها كده من مهرجان القاهرة لما راحت وعملت حوار هناك انها اتمنعت من دخول المهرجان، وكانت مصرة انها تخش وعملت مشكلة وقعدت تقول ده مهرجان بلدي، ازاي انا ما ادخلش مهرجان بلدي، انا فنانة ولازم ادخل المهرجان. وبعد ما عملت كل ده راحت دخلت المهرجان. طب هيعملوا ايه؟ ما هو لازم يدخلوه. قعدت تزعق بره وتقول انا مش عارفه ايه وانا لازم ادخل. فراحت بقى ايه، عملت المشكله ودخلت علينا وهلت وطلت علينا بالفستان الابيض بتاعها. طلت علينا بالابيض كده اللي عليه فنانين كتير ده ومطبوع وحش جدا. الفستان طبعا هي داخله علشان تدخل ترند او تعمل ترند، تمام، علشان اكيد بقالها فتره مش شغاله وعايزه ترجع تشتغل تاني. وقد كان على فكره من بعد ما عملت الحوار ده في المهرجان استضافوها بقى، استضافتها راغدة شلهوب واستضافوها ناس كتير وعملت فيديوهات ونزلت بقى بفيديوهات على يوتيوب بقى وتيك توك وابتدت بقى الدنيا تمشي معاها شوية. هي قالت ايه؟ قالت اشمعنى انا يعني اللي ما بركبش الترند؟ ما انا ممكن اروح اركب الترند وانا مش لابسه لبس زي رانيا يوسف ولا اي حد من الناس دول اللي بيلبسوه ده والحاجات العجيبه اللي بيلبسوها دي. فقالت ايه بقى؟ اما البس حاجات غريبه، ودي مش اول مره تلبس حاجه غريبه على فكره. مهرجان القاهره اللي فات لبست الزي الفرعوني اللي صورته كان في اول الفيديو. فبسبب اللي لبسته المره اللي فاتت مرضيش دخلوها السنه دي وما بعتولهاش دعوه. هي نفسها قالت انا بعت لهم اكتر من مره ورحت لاداره المهرجان وقلت لهم فين الدعوه بتاعتي، فراحوا قالوا لها لا والله يعني ما لما نسال استاذ حسين. راحت لهم تاني كلمتهم في التليفون ايوه فين الدعوه بتاعتي، فراحوا قالوا لا والله برضو الاستاذ حسين قال مش هينفع. لا الاستاذ حسين لا يمكن ابدا ان هو يقول لا عليا، اكيد انتوا فاهمين حاجه غلط. وبعدين راحت نزلت لهم راحت لهم المقر، هو فين الاستاذ حسين؟ لا والله مش موجود. طب فين الدعوه بتاعتي يا بنتي؟ ما احنا قايلين لك مفيش دعوه. فقعدت بقى تعمل حوارات كتير جدا قبل المهرجان وبرضه ما خدتش دعوه. تسكت هي؟ تسكت ابدا، ما سكتتش وراحت المهرجان ولبست وقالت انا لبست وتشيكت وعملت الحاجه بتاعتي وانا مكلفه. طبعا واضح جدا ان الصرف باين يعني مكلفه وكده، ما تدخلش المهرجان، ما تدخلش. تعمل ايه؟ راحت دخلت المهرجان ودخلت بخناقه وطلعت بقى ترند وراحت قعدت تعمل هي نعيمه عاكف اصلا عملت ايه؟ هو انا كل اللي اعرفه قلت عاكف يبقى قريبه اسمها ايه دي نعيمه عاكف، الممثله اللي هي ساعة الابيض واسود. طلعت نعيمة عاكف تبقى عمتها. طب مش معنى ان نعيمة عاكف يعني عمتك معنى كده ان انتي هتخش المهرجان بالعافية؟ يا بنتي احنا مش فاكرين لك حاجة اصلا، يعني انا لا فاكره لك مسلسل ولا فاكره لك فيلم ولا فاكره لك اعلان حتى. طب تشاوري قدام الكاميرا باي باي وتمشي، مش فاكره لك حاجه خالص. ده اللي احنا بقينا بنشوفه في المهرجان ودول اللي بقوا يركبوا الترند. بس بصراحة هي سحبت السنة دي الترند ومن تحت رانيا يوسف في المهرجان ده. لا برافو عليكي، لعبتيها صح.